اللاعبين ديال فريق الوداد سعدوا ايمن ضيراني رفعت الكره راسيه الوداد يبحث عن هدف تعادل ينجح في تسجيل بواسطه اللاعب نبيل مرموق كيتمكن من تسجيل هدف التعادل من كره ثابته بالزاويه ينجح نبيل في حدود الدقيقه السادسه من الوقت بدل الضائع. لاحظوا الراسيه وان كان الكره تقريبا لمست مروان الهدودي بالفعل الكره لمست مروان الهدودي وهي في اتجاهها هذه المرمى. لاحظوا انتقال نبيل مرموق الكره لمست في الظهر ديال مروان الهدودي وسط محمد مفيد مترجي كيلعب كره في الجانب عند نسيب الشديد محاولة المراوغه هذه فرصه لبعض الفريق الوداد طبعا كره فرصه راسيه والهدف الثاني بدا بقوه الجوله الثانيه متابع الجديد مترجي عند نسيب الشديد لاحظوا مترجي خدا الكره بطريقه ممتازه ووليد ناصي اللي نزل لخلف الجميع وضع الكره بهذه الطريقه وبهذا الشكل وبهذه الجماليه وبهذه الراسيه في شباك الحارس احمد مروان بيساك معلنا عن ثاني هدف فريق الوداد. الريحي وصل الكره شنو يعمل لاحظوا التمريره ممتازه هذا كيشوف لك وضعيه تسلل مترجي يضع الكره في الشباك بطريقه فنيه. لاحظوا التمريره من اللاعب البرازيلي ارتور سانشيز اللي حتى اللمسه هي لمسه برازيليه ديال مترجي. لاحظوا ارتور كيمرر ثم يعني رفع الكره بطريقه فنيه وبطريقه ذكيه من اسماعيل مترجي معلنا عن ثالث اهداف فريق الوداد. فريق الوداد هذا الهدف غادي يتسبب بالجديد ريناض يمرر عند اللاعب الساخي هل كان في وضعيه تسلل على حين يمرر عند اللاعب محمد الريحي ما سددش بقوه ولكن بدقه. لاحظوا كره عرضيه غلطه الحارس محمد مروان بيساك هو الهدف الرابع في انتظار تاكيده. لاحظوا الساخي صراحه مازال منقص شاف بان الريحي لوحده وضع له الكره الريحي كيتمكن من تسجيل الهدف